بابا وماما قرروا يعملوا حملة نظافة ويخلصوا من الكراكيب، بس طبعا عيبهم إنهم فاكرين لعب أنجيلو هي اللي كراكيب. بابا لقى لعبة قديمة وقالك دي شكلها هتجيب قرشين حلوين للرحلة، وماما بدأت تعبي الكراتين من غير ما تسأل حد. أنجيلو اتصدم وقرر يدافع عن حاجته وقال لهم القرد ووبي ده مش مجرد لعبة، ده 10 عمر يا جدعان ومينفعش يتباع. وبابا وهو بيدور لقى حتة فراخ مقلية ناشفة تحت السرير، تقريبا بقالها سنة مستخبية هناك ونسيت تتاكل. أنجيلو حاول يحرجهم بكراكيبهم القديمة، بس هم قالوا له دي ذكريات الحب من أيام ما كنا بنحضر حفلات الروك. أنجيلو نادى على شلة الأنس لولا وشرود عشان يخططوا إزاي يفاركشوا البيعة دي قبل ما اللعب تروح لأصحاب نصيبها. بدأ أنجيلو خطة الدموع والذكريات وعمل عرض بروجيكتور يقطع القلب عشان يحنن قلب أهله على اللعب القديمة. الخطة نجحت وماما بدأت تنهار من الحنية، بس بابا لسه مخه ناشف وفكرته كلها في فلوس رحلة التزلج. أنجيلو لقى الناس عايزة لقطة فقالهم خلاص نلعب في التسعيرة ونزود أصفار عشان محدش يرضى يمد إيده على حاجتي. لولا استلمت الزبون وبدأت تعمل بحر من الأوهام عشان تشغلهم، وأنجيلو يغير الأسعار براحته من ورا الكواليس. الناس اتهبلت لما شافت الأسعار غالية وافتكروها كنوز أثرية وبدأوا يضربوا في بعض عشان مين اللي يلحق يشتري. أنجيلو اشتغل بياع صايع وباع مخدة قديمة ب $100 وأقنع الراجل إنها بتخليه يحلم بأحلام عضلات جامدة. ولولا باعت باتيناج قديم على إنه اختراع بيخليكي تسرحي شعرك وإنتي بتتزحلقي، يغلي التسويق عالي يا جدعان. لما لقى حاجته هتتباع أنجيلو خلى أخوه بيتر يبهدل اللعب عشان الناس تقرف وتفتكرها نفايات كيماوية سامة. أنجيلو باع كراكيب أهله وجمع الفلوس، بس بابا اكتشف إن اللي اتباع ده كان ألبوماته النادرة وقرر يطارد المشتري في الشارع.